السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يالّا نعمل وصفتنا. ازيكم يا حلوين عاملين إيه؟ معايا كده صدر من الفرخة. طبعًا الكمية اللي أنتم عايزينها. أنا هاعمل كفتة فراخ، قطعتها مكعبات كده، ومعايا بصلاية 4/4 ونُص قرن فلفل، هاضربهم كده في الكبة كويس وهاصفيهم، وفي نفس الكبة كده هاطحن فيها الفراخ بتاعتنا زي ما أنتم شايفين كده. وهاحط بقى عليها التوابل بتاعتنا فلفل اسود وملح ويعني 7 بهارات ورشه بسيطه من بيكنج باودر ومعلقه من النشا ومعلقه كبيره من البقسماط والنشا بيحاولوا يمسكوا معانا العجينه. حطيتها نص ساعه كده في التلاجة وهبدا ان انا اصبعها. هنا بقى معلقه زيت ويعني نص معلقه من البابريكا بيدوها طعم حلو قوي ولون. هنا بقى معانا الخله بتاعت شيش الطاووق دي، حطيت كذا واحده ولفيتها كده وقلت اصبع بيها. انتوا بقى عندكم المسن ده اعملوا بيه، عندكم إيد معلقة وإيد شوكة اعملوها. طبعًا رمضان دخل علينا كل سنة وأنتم طيبين، هي برضه دي فكرة من ضمن الأفكار اللي ممكن تنفع معانا في الفطار، أو تنفع معانا الغدا، تنفع معانا في العشا، تنفع معانا في أي وقت. خلّصت كده الكفتة، هابدأ بقى إن أنا إيه، أدهن كده وشّها زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هادخّلها الفرن، وأول ما تستوي هافتح عليها كده الشواية. بجد كانت تحفة وخطيرة يا جماعة وحاجة كده مسكّرة. عم كده حطيت بقى كده في وسطيها كده فحماية، وحطيت عليها نُص معلقة من الزيت، وقفلت عليها على طول. أكنكم شاريينها من برّه بالضبط، أكنكم شاويينها كمان على الفحم. بصوا الجمال، سلطة بقى خضرا وبطاطس محمرة وطحينة، وطبعًا أنا اللي عاملة الطحينة دي في البيت. بجد حاجة تحفة وخطيرة، يا رب الوصفة تعجبكم.